بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. القدامكم ده أنا بصل قطعته صغير جدا وخديته في زيت في النار يعني. وهسي هنقلب في البصل عشان ياخد لنا اللون البني، وبعد ذاك في النهاية أنا بوريكم يعني عملت شنو. يلا أنا هسي قاعدة أقلب فيه وقاعدة أقلب في البصل عشان ينجد يعني وياخد اللون البني إن شاء الله. لسه أنا بقلب. طبعا البصل بياخد فترة، ما فترة طويلة لأنه بصل أحمر، ما بياخد فترة طويلة في إنه ياخد اللون البني. عشان كده أنا دايما بشتري البصل الأحمر وبطبخ بيه. برضه هو في الطعم جميل جدا، وفي ريحته برضه ريحته ما نفاذة خالص زي البصل الأبيض يعني، هو البصل الأصفر. طيب زي ما شايفين أنا لسه بقلب في البصل. طيب كل ما تقطعيه صغير كل ما ينجز بسهولة يعني وسريع جدا. ف زي ما شايفينه نحن هنا قدامنا لسه البصل. بس برضو بسأل عنكم وعن أحوالكم، إن شاء الله كلكم بخير، إن شاء الله كلكم بخير وفي عافية وفي سلامة وفي سعادة يا رب العالمين. إن شاء الله دائما تكونوا في صحة وهناء وسعادة. والله يبعد عننا وعنكم كل الابتلاءات وكل الأمراض وكل الوباءات وكل يعني الحياة اللي بتنغص الحياة دي. الواحد بيتمنى إنه الله يزيلها سبحانه وتعالى يعني. بس الواحد لازم يدعي ويقرأ قرآن، ويعني الدعاء ده ما في زيه والله يعني. آه، بريح الزول. وبعدين إن شاء الله باليقين التام كده ده إن شاء الله حيحقق للناس كل أمانية يعني إن شاء الله. بس الواحد يمسك كده في الدعاء في كل الأحوال، وبرضه يذكر الله تعالى برضه. الذكر جميل جدا. طيب أنا هنا ده بعد ما البصل أخد اللون اللي أنا عايزاه، أنا دايما بطبخ بالموية السخنة خالص، الموية اللي بتغلي لأنها بتكون سريعة جدا في إنه الطبيخ يجهز سريع. طيب أنا هسه دي الكتل بتاعتي وده اللون البني زي ما شايفين بتاع البصل. طيب بعد شوية أنا هاخد أنا هسه شغلت الكتل عشان يسخن لي الموية درجة الغليان. زي ما شايفين هسه هي بتغلي يعني، الكتل بتغلي عشان تصل درجة الغليان. لما تجيف أنا بقوم استعمل الموية بتاعتها في الطبيخ يعني بتاعي. طيب خلاص هي وقفت الآن. يلا هكوب في الحلة بتاعتي مع البصل. طيب كبيت الكمية أنا عايزاها من الموية. وطيب برضه هستمر في التقليب لغاية ما يختلط الموية الحارة مع البصل الحار مع الزيت الحار كله مع بعض، حار في حار. طيب أنا غطيت الحلة عشان تاخد السوا بتاعها. بعد ده قمت جبت لي زي ربع كيلو لحمة، فضيتها من الكيس بتاعها وحطيتها في الحلة. يلا هحاول أقلب فيها طوالي، بقلب فيها طوالي عشان تاخد برضو تنجد يعني، تصل لدرجة النضوج يعني زي ما شايفينها قدامكم. أنا بحاول طوالي أقلب فيها عشان أول شي البصل يدوب، بعدين هي ده برضو تاخد تكون تاخد الدرجة بتاعت السوا الكاملة يعني. لأن الحلة بتاعت دي بتعتمد بس على تعتمد على اللحمة تكون نجيدة يعني. وبكده تكون عرفت أنا قاصدة شنو يعني ليه حاطبخ شنو. لكن برضو اسم الطبيخ يعني هديه لكم في نهاية الفيديو إن شاء الله. انتوا خمنوا ووروني أنا هطبخ شنو الليلة عشان نتسلى كده ده مع بعض يعني. إن شاء الله تكون زي ما نقول التخمينات بتاعتكم
هي الصحيحة. أنا جبت هنا ده، فتحت علبة بتاع الصلصة كبيرة، هشيل منها عشان أخد فيه الحلة بتاعتي مع اللحمة والبصل. هشيل منها زي ما شايفين، هشيل منها ملعقة كبيرة، حطيتها أضفتها للحلة بتاعتي، للبصل وللحمة. جبت تاني زي نص ملعقة كبيرة برضو أضفتها، لأن أنا عايزة اللون بيكون بتاعي يكون لونه أحمر الحلة بتاعتي. طيب زي ما شايفين اختلط البصل مع اللحمة، وأنا هسه برضو منتظرة إنه ينجدوا مع بعض. دي دايرة أوريكم معجون الطماطم، مكتوب عليها معجون الطماطم. هي بتكون في شكل يعني عبوات كبيرة زي دي كده، بتقعد معي فترة، لكن بعد كل استعمال لازم أخد في الفلوش بتاعها زيت، يعني عشان ما لونه يتغير أو ريحتها تتغير أو كده. أنا هسه الآن قفلت الحلة بتاعتي. طبعا الحلة بتاعتي كانت، أو الأكلة كانت هي شنو؟ هي الدمعة ولحم الدمعة. الآن خدت لها البهارات، فلفل أبيض وكزبرة وقرفة وهبهان وملح. طبعا زي ما شايفين الملح في النهاية، حطيت الملح. أنا بستعمل الملح بتاع الهيمالايا ده اللون الأحمر، لأنه قالوا هو ملح صحي يعني. زي ما شايفين الحلة بتاعتي في النهاية خالص بقوم أخد لي ملعقة كبيرة بتاع التوم. التوم لما تحطوه في ملعقة وشوية، ملعقة ونص. التوم لما تحطوه في نهاية الأكلة بيحتفظ بالريحة وبالطعم بتاعه يعني، والأكل بيكون جميل جدا، في الريحة بتاعته وفي الطعم. الأكل بيكون جميل جدا. زي ما شايفين هسي الملاح بتاعي خلص تقريبا، وهو زي ما قلت لكم عبارة عن ملاح دمعة. ممكن الواحد ياكله بالرغيف أو العيش عادي، أو بالسلطة والرز. الرز والسلطة ممكن يتاكلوا مع الطبيخ ده، بيكون جميل جدا يعني. طيب زي ما شايفين إنه أنا هغطي عليه، وعلى هذا الأساس بيكون خل يعني نجد. السلام عليكم.